قلت لحضرتك في اللقاء المسلمين ما كانش فيهم جناح صهيوني. كان موجود الصهيونية في اليهودية اللي ابتدعت الصهيونية، وانتقلت بعد ذلك إلى المسيحية، بقى فيه الصهيونية المسيحية، ولكن الإسلام لم يكن فيه صهيونية حتى وجود حسن البنا. فأسس الصهيونية المسيحية التي الصهيونية الإسلامية التي لم يكتشف أحد أنها الفكر الصهيوني إلا العبد لله، لما عمل أبحاث وعمل مقارنات ما بين البروتوكولات بتاع حكماء صهيون وبروتوكولات حسن البنا، والفلسفة النابعة من الاختلافات التي أحدثها المستشرقين داخل الدين الإسلامي، وانتهج منها حسن البنا بروتوكولاته. خلي بالك من دي. وما بين ما انتهجوا الحاخامات اليهود من عودتهم للتلمود البابلي اللي هي توراة عزرا التي لا علاقة لها بالتوراة التي جاءت على موسى بوصاياه العشر. حقيقة الأمور كلها داخلة في بعضها. نفس النظام بالنسبة للصهيونية المسيحية. بعض المستشرقين اليهود اللي دخلوا في اللي عملوا استشراق في المسيحية وانتهجوا أو استخلصوا الصهيونية المسيحية التي كان ينتهجها جورج بوش الابن. التنظيمات الإرهابية اللي موجودة في الديانة الإسلامية كلها هي مستخلصة وتابعة للصهيونية الإسلامية التي انتهجها حسن البنا وكرسها بكتبه سيد قطب. ما هو ده الشغل. يعني الشغل اللي بيعملوه ده شغل ناس عندهم إسلام، إن هم يحاولوا إثارة الفتنة بين أبناء الشعب، وبيعملوا برضه نوع من احتقان، نوع من الإحباط، نوع من يعني الناس بقت مش فاهمة اللي بيحصل. يا أستاذ أحمد، في رئيس مرشح في أي دولة في العالم، في أمريكا، في فرنسا، في أي دولة، راح أعلن إن هو نجح قبل الجهة الرسمية المنوط بها الإعلان. ده نص اللجان يا دكتور لسه ما اتفرزتش، نص اللجان. يعني كلام الحقيقة لا يقبل. حقيقة أنا حبيت أطلع مع حضرتك لكي أصرح بهذا التصريح.